مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى النهارده البغاشة. آه، اقتصادية جدا جدا جدا، بمكونات سهلة وبسيطة وكلها في مطبخك، وهتقومي تعمليها حالا دلوقتي لان المكونات مش كتيرة. بكوباية دقيق بس هتعملي بقى الكمية اللي انتوا هتشوفوها معايا. سهلة وبسيطة، حتى في القلي بتاعها مش بتاخد يعني مش بتاخد وقت يعني. بصوا انا منزلاها على زيت مش سخن قوي ولا بارد ولا يعني اللي هو مسخنش، لا، زيت متوسط يعني كده في السخونية. واول ما تحطيها توطي عليها عشان ما تحمرش من بره وتكون نية من جوه. وطبعا احنا منزلينها على السيرب، وهقول لكم الشربات ده عملته ازاي عشان ما يسكرش معاكي. اول حاجه انا جبت كوبايتين من السكر، نزلت بيهم في الحله وحطيت كوبايه ونص من الميه. هقول لكم بقى المقادير الاول. كوبايه دقيق وبيضايه وفانيليا، وربع كوبايه من ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من النشا، ومعلقه خل صغيره، و3 معالق زيت. ينفع تحطي زيت او سمنه او زبده. الزيت 3 معالق، سمنة لو هتعملي سمنة هتسيحي معلقة كبيرة من السمنة، أو تعملي زبدة معلقة كبيرة من الزبدة برضو تسيحي. يعني أنا حبيت أعملها اقتصادية عشان الناس كلها يعني الناس تكون مش مكلفة عليها. نزلت بقى بالبضاية والفانيليا و3 معالق من الزيت والخل. طبعا البيض عليه فانيليا، والخل برضو عشان يشيل أي روايح من زفارة البيض وكده. زي ما قلت لكم السيرب بقى عشان ما يسكرش معاكي، انت بتجيبي فرشة مليانة مية وتمسحي اطراف الحلة، يعني نفس مستوى المية ده كله على البارد، لسه ما حطيناش على البوتاجاز. امسحي اطراف المية وقلبيها شوية كده، وبرضو امسحي الاطراف عند المستوى بتاع المية. امسحي الاطراف جدا، وانت بتعملي على البوتاجاز كل شوية امسحي الاطراف. هنحط بقى لما السكر يدوب هنحط عليها معلقة كبيرة من السكر جلوكوز. لو ما عندكيش ده اختياري، وممكن تحطي وبعد كده هنحط نص ليمونة، او نص ملح ليمون. طبعا البيكنج باودر هنا واقع من المعلقة فجبت غيره. هذه الرخامة نظيفة وكل حاجة، بس انا حبيت اللي هو معرفتش يعني مش هعرف اجيبه من على الرخام. حطيت المعلقة كبيرة من النشا وذرة الملح. شايفين بقى المكونات بسيطة جدا 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 بس. والشربات هيغلي معاكي غلوة، يعني غلوتين ونص ليمونة وفانيليا في الاخر، وهيبقى زي الفل. انا عملته قبليها بفترة بقى عشان سبته يبرد، عشان لما هكون مطلعه البغاشة من النار هحطه على طول على الشربات، هيكون بارد والبغاشة هتكون سخنة، وكمان عشان تقرمش معاكي. طبعا ما ينفعش بقى نقلب كده، فهنبتدي نعجن في المية بقى، عشان هي انتوا بتعجنوا معاكم هتفرول، هتحسوها مش لامة معاكم خالص. فما تنزلوش بمية نهائي، غير اول حاجة هننزل بمعلقة معلقتين كبار ونشوف، ولو عاوزة تاني هننزل، لو مش عاوزة ما تنزلوش بكمية كتير عشان ما تبصش معاكم. اهي مفرولة خالص. هنزل بقى معلقتين كبار من المية بس. ده اللي نزلت بيه، ما نزلتش باي ميه تاني. هي معلقتين كبار ولمت الدنيا معايا خالص. هبتدي اعجن فيهم شويه حلوين كده لحد ما تلم معايا. لمت معايا اهي. هنسيبها بقى ترتاح، هغطيها وترتاح شويه عشان تتفرد معاكي بسهوله. انا سبتها ارتاحت ربع ساعه ونص ساعه، مش فاكره بالظبط. كل ما تسيبيها ترتاح اكتر كل ما هتفرد معاكي بكل سهوله. انا فردت على النشا، جبت الرخامه اهي. هبتدي احط رشه نشا
يفضل تفرديه على النشا. النشا اولا على فكرة هيخليها طرية، مش هيخليها ناشفة، متقلقوش يعني. وهي بيخليها مقرمشة من بره وطرية من جوه. دي ميزة النشا. اما دي هينشف معاك الدنيا يعني، فافرديها على نشا احسن. عملت من تحت ومن فوق، وهبتدي بقى وجبت هجيب النشابة بقى وافردها. هفردها بقى مستطيلة. افرديها يعني اللي هو هشة خالص، على قد ما تقدري افرديها. كل ما تكون سمكها رفيع خالص كل ما تنفش معاكي اكتر في الزيت. هبتدي افردها بقى لحد ما تبقى طريقة يعني اللي هو رقيقة خالص بالطول وبالعرض كده. واعملي بقى، عاوزة تعمليها دايرة، عاوزة تعمليها سمبوكسة، عاوزة تعمليها مثلثات، اي تقطيع انت تحبيها اعملي بيها. زي ما قلت لكم اهو بفردها كده رفيع خالص، يعني انتوا عارف اللي هو السمك بتاعها رفيع خالص. وزي ما قلت لكم التقطيع اللي انتوا تحبوها. جاهزين شرباتهم كل حاجة وهي بتنزل على الزيت. زي ما قلت لكم جبت قطعت البيتزا وهبتدي اعملها كده شرايح طولية. طبعا كل العجين المهدر بعد كده هنبتدي نلمه وهنفرده تاني، مش هنرمي اي حاجة. يعني شايفين كوباية الدقيق دي هتطلع معاكم كمية حلوة خالص. انا حبيت اقطعها كده. زي ما قلت لكم عايزين بقى تجيبوا، ممكن تجيبوا كوباية تقطعوا بيها. كوباية تكون مثلا بس ايه يعني قبل ما تقطعوا تحطوها على العجينة. حطوها في النشا عشان ما تمسكش معاكم، تبقى كويسة يعني تعرف تقطعوا بيها كويس. او قطعات جاهزة تقطعوا بيها. اي يعني والتقطيع ده اختياري. شايفين بقى العجينة هشة خالص. اما الباقي ده اللي لقيت سمكه تخين شوية فردته تاني. اما الرفيع خالص ده سبته، يعني هو حطيته في الزيت. اما لقيت بقى عجينة بتاعته السمك بتاعها تخين شوية، لا، لان هديها مش هتنفخ معاكي في الزيت. ده اول لميت بقى زي ما قلت لكم هو دي واللي ما اتفردش كويس. الزيت اهو. شايفين بقى اول ما حطيت الزيت. بصوا يفضل كمان انتوا حاطينه في الزيت تجيبوا معلقة وتقعدوا يعني تحطوا الزيت على العجينة نفسها. تقعدوا كده بالمعلقة تحطوا زيت على العجينة هتنفخ معاكي اكتر. هي بتنفخ لوحدها بس برضو عارفة يعني بتساعديها اكتر ان هي تنفخ. اشتركوا بقى في القناة وفعلوا زر الجرس. انا بعمل لكم كل الفيديوهات يعني السهلة والبسيطة والغير مكلفة. اهي ما تحمرهاش خالص. طلعيها كده اللي هو لونها فاتح شوية مش ذهبي خالص، عشان ايه اما تحطيها في الشربات السيرب هتظبط معاكي. شايفين فردت ده الجزء التاني بقى فردته. فعلى زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.